بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل ليكم وصفة جميلة. هنعمل القرص الفلاحي المحشية بالسكر والقرفة. طعمها جميل، وشايفين السكر طبعا لما يسيح جوه في قلب العجينة من جوه بيكون عامل زي العسل كده، طعمه جميل. تابعونا ان شاء الله لاخر الفيديو ونشوف المكونات مع بعض، وعلى بركة الله نقول بسم الله. معايا النهارده هشتغل على 3 كيلو دقيق، 3 كيلو من الدقيق. بننزل بيه كوبايه ونص من السكر، ومعايا باكوين من الخميره اللي هي الفوريه. زي ما قلنا النهارده هنشتغل على 3 كيلو من الدقيق، فكيلو او كوبايه ونص من السكر، و2 باكو خميره، ومعلقه صغيره من الملح، وحوالي على نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه زيت طعام عادي. وبننزل على طول بالميه بتاعتنا، وندوب المكونات دي كلها مع بعض لحد لما تندمج كلها مع بعض، وعلى طول بنكون مجهزين الدقيق. طبعا زي ما قلنا المية فاترة شوية او ممكن تكون يعني دافية عشان طبعا تنشط معايا العجينة. بندوب المكونات دي كلها في بعض لحد لما تدوب. بننزل على طول بمقدار 3 كيلو من الدقيق. طبعا الدقيق ده يا جماعة انا حاطط عليه دقيق غلة على دقيق اللي هو الفينو، دقيق غلة على دقيق الفينو مع بعض. يعني معايا 2 كيلو من دقيق الفينو وكيلو من دقيق الغلة. طبعا دقيق الغلة بينتخل الاول، بتطلع النخالة منه، وبنضيفه على دقيق الفينو عادي. بعد كده بنضيف المية شوية شوية لحد لما العجينة معانا تتمزج. طبعا دقيق الغلة لما يخش على دقيق اللي هو الفينو ده بيديله طعم مميز شوية، و يا ريت تجربوه، كان طعمه جميل جدا، بيدي القرص طعم مميز كده خاص، بالذات لما يكون النوعين مع بعض، حاجة جميلة جدا. بنقلب العجينة كلها لحد لما تتداخل، وطبعا إن احتاجت مية زي ما قلنا بنضيف شوية شوية كده لحد لما العجينة معايا تتشكل وتتكون، وما نلاقيش اي دقيق او اي عجينة في قعر الاناء اللي احنا شغالين فيه. وطبعا زي ما قلنا احنا اللي حابب يضيف اي مكونات تانية، اللي حابب يضيف سمنة مع الزيت مفيش اي مشكلة، اللي حابب يضيف زبدة برضه مفيش مشكلة. احنا النهاردة عملناها بطريقة اقتصادية شوية عشان اللي حابب يعملها ما يكلفش نفسه كتير. يعني هو شوية زيت و3 كيلو دقيق وحاجات متواجدة في كل بيت. يعني أهم حاجة نخدم العجينة كويس. شايفين العجينة كل ما نخدمها كويس كل ما هتطلع معايا نتيجة كويسة. بعد ما عجلنا العجينة بقت كلها كده ملمس واحد اهوت، بنجيب شوية من الزيت ونبدأ نغطيها بالزيت كده عشان طبعا ما تشققش معايا، والطبقة اللي فوق ديت ما تنشفش معايا. وبنسيبها تخمر حوالي عن نص ساعة، ساعة عادي يعني، بالذات في جو الشتاء ده فتخمر زي ما احنا عايزين. اول ما تخمر خدت معايا نص ساعة، نبدأ نطلعها ونعملها رول كده، نقطعها نعملها رول. ممكن نقطعها زي كده، نبدأ نقطعها كور بايدينا، او طبعا لو العملية دي صعبة بالسكينة نبدأ نقطع مقاسات كلها مقاسات واحد كده، وبعد كده نبدأ نكورها ونحطها على جنب لحد لما تريح. ادي بنجيب العجينة اهيت نكورها سهلة جدا، ونحط كل عجينة جنب اختها كده لحد لما نخلص الكمية. طبعا الكمية ديت يا جماعة بترمي معايا عدد محترم. يعني اللي حابب لو حد هيشتري الحاجات دي من بره هتكلفه كتير جدا، ده احنا بنعملها بطريقة اقتصادية كمان، وبتدينا عدد، وطعمها طبعا ان شاء الله لو جربتوه هتعجبكم جدا، بالذات لما ضفنا دقيق الغلة مع دقيق الفينو او دقيق الفاخر. 2 كيلو من الدقيق الفاخر عليهم كيلو من دقيق الغلة، بيدي ميكس جميل وطعم جميل جدا. بنفضل نكور الكمية كلها لحد لما ننتهي منها. زي ما قلنا بتدي معايا عدد كبير. يعني القرصة النهاردة ديت ممكن تتباع، لو هنعملها تتباع ب2 جنيه دلوقتي. شايفين حضراتكم الكمية قد ايه.
اول ما نخلص الكمية على طول بيكون معايا الحشو عبارة عن كيلو سكر، عليهم تمن من القرفة الناعمة. كيلو سكر عليهم تمن قرفة ناعمة. نقلب المكونات دي كلها مع بعض لحد لما نخلط القرفة مع السكر. و بس يعني احنا بنضيف سكر وقرفة فقط. طبعا اللي حابب يضيف كاكاو مفيش اي مشكلة. بنجيب العجينة نفتحها كده زي ودن القطة كده، ونبدأ نحشيها ب معلقة من السكر والقرفة كده، ونقفلها. أهم حاجة نقفلها كويس، ونرصها في صاج مدهون زيت. طريقة سهلة جدا وأي حد ممكن يعملها. بنجيب العجينة نفتحها وبنضيف فيها الحشوة ونقفل كويس، طبعا عشان السكر ده بيسيح في العجينة من جوه. فطبعا لو مش مقفول كويس هيبدأ هينزل، وهيكون عامل زي الشربات كده بينزل ويتحرق في قعر الصاج. فأهم حاجة إن احنا نضغط كويس ونقفل على العجينة كويس. طريقة سهلة جدا. يبقى هو النهاردة معايا القرص السكر والقرفة، طعم مميز جدا، جربوه وإن شاء الله هتعجبكم. بنقفل بقى الكمية دي كلها ونفردها في صاج أو في صينية، وبندخلها الفرن. طبعا الفرن بيكون شغال قبلها بحوالي يعني 10 دقايق كده. اللي عنده فرن فلاحي مفيش أي مشكلة، واللي عنده فرن اللي هو البوتاجاز هيشغل الحرارة على درجة حرارة 190، ونخلص الكمية وعلى طول شوية من الزيت كده، ونبدأ نبطط العجينة ونسيبها تخمر. يعني العجينة ضفناها هيت والكور ديت، وهنسيبها تخمر في الصاج شوية كده، وعلى طول بندخلها الفرن تستوي في الفرن. نفرد القرصة هيت، نفردها بإيدينا كده عشان طبعا هي لسه هتعلى تاني، هتخمر وهتعلى تاني. الفرن زي ما قلنا بيكون شغال على درجة حرارة 190. أو اللي عنده فرن فلاحي، أنا هسويها النهاردة على فرن فلاحي بيطلع الحاجة محترمة جدا. وطبعا زي ما قلنا اللي حابب يقلل الكمية يقللها بالمقادير اللي احنا قلناها. بنسيب بقى العجينة دي كمان ترتاح حوالي عن ربع ساعة كده، وبعد ما نخلص الكمية ويكون الفرن معايا شغال بندخلها الفرن على طول. بنسيبها شوية كده لحد لما تخمر معايا. بدأت تعلى معايا هيت وبدأت تخمر، ويكون الفرن في الوقت ده سخن. على طول بنشيلها وندخلها الفرن ونسيبها حوالي، يعني هو الصاج بياخد له حوالي من 10 دقايق كده. وبنلفه كل شوية عشان طبعا ما يتحرقش من الجوانب لحد لما يستوي وبيطلع اللون الجميل اللي احنا عايزينه. ادي القرص اهيت جوه الفرن. شايفين القرص، في قرص ما اتقفلتش كويس تلاقيها ساحت وطلعت منها الحشوة. السكر بيدوب جوه، بيكون عامل زي المية جواها كده مع القرفة، بيدي طعم مميز جدا. زي ما قلنا ديت دقيق غلة على دقيق فينو. استوت هيت القرص على درجة حرارة متوسطة، تاخد وش يكون لونه تحته أرضية تمام. وادي القرص اللي طلعت اهيت قعرها كويس، وشايفين السكر طالع منها ازاي، العسل. طعمها جميل جدا. وان شاء الله هنفتح برضه واحدة هنوريكم طعمها عامل ازاي او شكلها عامل ازاي، سوري. طبعا طعمها كان جميل جدا والله، يا ريت تجربوها. شايفين العسل طالع ازاي من القرص او السكر طالع من القرص بعد ما ساح. وصفة جميلة جدا. نبدأ نقلب القرص كلها كده عشان طبعا نوريكم شكلها من تحت عامل ازاي. شايفين نفتح القرصة اهيت، مية سايلة من جوه جميلة جدا. وبالذات لو اتاكلت وهي سخنة كده تعجبكم جدا ان شاء الله، جربوها. وصفة سهلة ومكونات موجودة في كل بيت واقتصادية، وإن شاء الله تعجبكم. ودي كان فيديو النهاردة. يا ريت اللي شاف الفيديو ما ينساش بقى اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة،
ويفعل زر الجرس على الكل. يا ريت يكون الفيديو عجبكم. كان معكم الشيف سامح، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.